ست شاطرة في كل حاجة، فيها فن وموهبة وبتعشق المطبخ واختراعاته اللي ما بتخلص، وكل حاجة دايسة فيها. وشريف مدكور كان وش السعد عليها. حكاية الشيف ريهام الديدي اللي تركتها قلب السوشيال ميديا، ازاي نقلت من العزف والغنى لأشهر شيف، وايه علاقة شريف مدكور بشهرتها. كل ده وأكتر هنعرفه في الفيديو ده. من الغنى والعزف مع جيل مطربي الثمانينات لأشهر شيف في مصر والوطن العربي، بتعشق كل حاجة فيها فن وإبداع، وطريقة تقديمها للأكل مختلفة تماماً. كلامنا هنا عن الشيف ريهام الديدي، واللي هي ميكس بين الغنى والطبخ. هي بتعشق الاتنين من وهي عندها 9 سنين. اتعلمت أكتر من آلة موسيقية زي الجيتار، القانون والدرامز والغنى، وكانت أول خطواتها في الفن في الثمانينات، لحد ما حست إنها أشطر في القانون، خاصة وإن الجيتار كان صعب عليها. واحدة واحدة بقت بتحب الطبخ وبتقدم الأكل بشكل شيك وبشكل فنادق. اللي بيجرب الأكل عندها بيحس إنه أكل في فندق مش في بيت. وهي بقى من حبها في الطبخ كانت بتعمل عزايم كتير، ففي منهم اللي لاحظ طريقتها في تقديم الأكل المختلف. وكمان عندها موهبة تانية، بتنحت على الفاكهة، يعني بتعمل أشكال على الفاكهة والخضار بشكل يفتح نفسك على الأكل. أخدت فترة كده بتدرس طبخ وبتقرأ في كتب وبتسمع لشيفات عالمية، وبتعشق المطبخ المصري والإيطالي. وجت فترة تخنت فيها. هنا بقى قررت إنها تخس وتعلمت الأكل الهيلثي، وبقت بتقدم نصايح لمتابعيها. وهو ده اللي شجعها إنها تتجه للطبخ. وأول ما ظهرت وكان وش السعد عليها هو الإعلامي شريف مدكور. كانت بتطلع معاه في فقرات الطبخ والأكل لحد ما اتشهرت وفتحت بيج خاصة بيها واتشهرت، ومتابعينها بقوا بالملايين من كل حتة في مصر والعالم العربي. قدرت تحقق جزء من حلمها وبقت شيف، وليها برنامج لوحدها على قناة 10، واسم كمان برنامجها المطبخ، وبتعمل فيها كل الأكلات الشرقي والغربي حتى الدايت. وبتنصح متابعيها إنهم يقللوا من استخدام السمنة والزيت، وإنهم يتجهوا للأكل الهيلثي لأنه بيفيد الجسم طبعا بفوائد كتير. طلعت عملت شاورمة المشروم بنفس خطوات الشاورما بتاعة اللحمة والفراخ، بس استبدلت اللحمة والبروتين بالمشروم بحيث تكون أكلة خفيفة وصحية في نفس الوقت. ومش بس كده، دي عملت رز بالكاري والفراخ بالخضار، واستبدلت الزيت بمكون صحي زي زيت الزيتون أو الزبدة لأنها هيلثي أكتر. الشيف ريهام بقى عملت تركاية كده في تخزين الملوخية، وخلت الكل يخزنها بطريقة صحيحة في الفريزر، وكل اللي عليهم بس إنهم يسخنوها ويحطوا الشوربة وبس، وكده تكون معاهم أحلى ملوخية مش بتاخد ثواني في عمايلها. هي كمان بتحب تخرج بره الصندوق. عملت أحلى حلقة عن كفتة داوود بتركاتها والتاتشز بتاعتها، ما أخدتش منها وقت، وبتشجع كل ست بيت إنها تعمل أكلات سهلة وبسيطة وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت ومجهود في المطبخ. الشيف ريهام طلت هوانم. الكل بيعشق أكلاتها ووصفاتها واختراعاتها في الحلويات والأكلات الشرقي، بس هي بقى بتعشق كمان الأكلات والوصفات الإيطالية، وبتحب تبدع فيها في بيتها. عندها المطبخ ده هو ممتلكتها، وبتعشق النظافة، وبتمشي كل حاجة بالمسطرة، وماشية في وصفاتها زي ما الكتاب ما بيقول، وبتدي نصايح لستات البيوت. المفاجأة بقى إنها بتسهل على ستات البيت اللي بتشتغل. عملت أبليكيشن بتبيع فيه اللحوم والفراخ متبلة والسمبوسة وأكلات جاهزة على الشوي على طول وبأسعار تناسب الناس كلها. عملت دعاية للأبليكيشن على صفحتها اللي على فيسبوك، وناس كتير بتطلب وصفاتها وبيشكروا في نظافة الأكل وشكلها الفظيع اللي يجوعك ويخليك تشتري مرة واتنين. ريهام نموذج للست الناجحة اللي بتسعى ورا حلمها لحد ما تحققوه وتكبروا، وبقت من أشهر شيفات الوطن العربي. يا ترى بقى انت من متابعي ريهام الديدي ولا لأ؟ وكنتوا تعرفوا الوجه الآخر ليها؟ قولوا لنا في التعليقات.